أخت الزوج أو العمة في بعض المجتمعات لما تيجي تطلب حاجة من مرات أخوها وتتعمد قدام أخوها عشان مرات أخوها تنكسف وتقول حاضر، فده حرام. ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، فالنار أولى به. ربنا هيحاسبك على اللي انتي بتحطيها في موقف وتحرجيها فيه. الحما بقى أو أم الزوج اللي برضه بتتعمد تيجي تطلب من مرات ابنها حاجة وتكون هي في غير استطاعتها، بس حماتها بتطلبها قدام ابنها عشان مرات ابنها هتخاف تقول لأ أو مش قادرة أعمل ده أو هتعترض على أمر ما، فده حرام. ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، فالنار أولى بها. حرام اللي بتعملوه مواقف في ولاد الناس وتيجي البنت تعترض وترجعوا تخرجوا بره، حاجة مؤسفة جدا وبتوجع من جوه وبتعمل حالة نفسية للبنت ان هي مش بتعرف تاخد حقها او بتقول لأ على موقف معين، وتلاقي بره اتقال عليها منك حاجات تانية وانتي حطيتيها في موقف مش كويس قدام ابنك، اللي هو مش هتقدر تقول عليه حرام او مش هتقدر تقول عليه لأ يا ماما مش هقدر اعمل، فده حرام عليك.